السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم على قناة أندرويد للشروحات. هذا الفيديو حاب أقدم لكم حل مشكلة سوق بلاي. طبعا راح أجيلكم على فد شغلة، إنه أنا ما قدرت أحمل فيديوهات كثير في هذه الأيام، لأن مثل ما تشوفون سحبت على القناة. بس يعني الآن في وضعية دراسية عندي، فما أقدر أحمل هواي فيديوهات وانشرها. طبعا هذه وضعية معروفة. طبعا اليوم جبت لكم شرح عن سوق بلاي، هيك يطلع لكم هسه. أشوفكم يطلع لك انقضت مهلة الاتصال مثل ما تشوفون. تدوس على المحاولة وتدوس ما تنحل هاي المشكلة إلا عن طريق برنامج. راح أحط لكم رابطه أسفل الديسكريبشن مثل ما تشوفون. راح أحط لكم رابطه أسفل الديسكريبشن. طبعا هذا هو البرنامج معروف اسمه نوت اكسبلورر. طبعا راح أطبع عليه. طبعا راح تطلع لكم هذه الملفات. تضغط على ملف اسمه IT. هذا هو الملف. هذا الملف موجود بالبرنامج من أصله، يعني من تنزلوه راسا هو يطلع لكم بالأول. أوكي، تدخلون عليه. تدخلون عليه هذا الملف اللي اسمه IT نفس ما قلت لكم. تنزلون لي جوا، تبحثون على ملف اسمه هوستس. هذا هو الملف. طبعا احيانا يطلع لكم عليه علامة مع ضبط زرقاء. انتم بس تدوسوا له ضغطة مطولة، تدوس له ديليت. لكن في شغلة اكثر الناس من بتيجي القناة يسألون عليها، وهي اللي من يدوس له مسح. وقفوا بس خله طلع. من يدوس له مسح يقول له غير قادر على المسح. طبعا هذا بسبب هذه الكلمة موت. طبعا إذا كانت رو RWO طبعا تحولها إلى RO حتى تقدر تمسح الملف. طبعا بعد تدوس عليه ضغطة مطولة، دوس له ديليت، دوس له مسح. بعدين ترجع بعد ما ينحذف تروح على سوق بلاي. وطبعا اقول لكم شغلة مثل ما تشوفون انفتح لها. اقول لكم شغلة، انه هذه المشكلة تصير بسبب برنامج الفريدوم. طبعا هذا هو البرنامج الهكر الروسي. الهكر الروسي هذا هو اللي يسوي هاي المشكلة. وطبعا يعني هذه المشكلة تصير بعدة من الأحيان عندما تمسح الفريدوم أو تطلع من الفريدوم، فهذه تصير المشكلة. وفي نفس الوقت تحل مشكلة اليوتيوب من إنه ما يطلع أي شيء عندك. فهنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم.